القدماء المصريين كانوا بيعملوا حاجات بالنسبة لنا لحد دلوقتي غريبة وعجيبة، ومهما حاولنا نعمل زيهم مش هنعرف رغم التقدم والتكنولوجيا اللي بقينا فيها. الأهرامات المصرية اللي كانت من آلاف السنين نجحت في جذب اهتمام العلماء والمستكشفين والسياح من كل أنحاء العالم. إزاي تم بناء الصروح الضخمة دي؟ وإيه هي الأهداف والمعتقدات اللي دفعت المصريين القدماء علشان يبنوها؟ وإيه هي التقنيات والابتكارات اللي استخدموها للتحدي ده؟ طبعا بالنسبة للقدماء المصريين فكرة بناء الأهرامات كانت فكرة بسيطة جدا، بس ازاي بقى اتحولت لإنجاز هندسي مذهل بالشكل ده، واللي لحد دلوقتي لسه شايفينه موضوع صعب جدا يتعمل بالشكل والطريقة دي، وانه فعلا يدل على عبقرية وحضارة القدماء المصريين. اهلا بيكم ويلا بينا نتعرف على الأهرامات من البداية للبناء. طبعا قبل ما نتكلم عن ازاي اتبنت الاهرامات خلونا نرجع لورا ونتعرف على بداية الانجاز الهندسي الرائع ده. الاهرامات اصلا هي عبارة عن قبور ملكية اتبنت من اكتر من 4500 سنة خلال فترة المملكة القديمة في مصر، وبداية بناء الاهرامات كانت في عهد الفرعون زوسر، وده اللي حكم في الفترة ما بين 2611 و 2630 قبل الميلاد. زوسر قام ببناء اول هرم معروف وهو هرم زوسر المدرج اللي موجود في سقارة، واللي صممه كان المعمار الشهير إيمحتب. واللي ما يعرفش إيمحتب فهو كان واحد من أبرز الشخصيات في التاريخ المصري القديم، واللي عاش خلال الفترة ما بين 27 و 30 قرن قبل الميلاد، وتحديدا في عهد الأسرة الثالثة في عهد الملك زوسر. ويعتبر إيمحتب من أعظم العباقرة في التاريخ، وكان شاطر جدا في مجالات كتيرة زي الطب والهندسة والفلسفة والكتابة. كانت الأهرامات بمثابة مقابر للملوك والفراعنة المصريين، واتبنت علشان تعكس اعتقاد المصريين القدماء في الحياة بعد الموت. كان المصريين بيعتقدوا إن الفرعون بعد وفاته هيكون إله في الحياة الآخرة، وإنه لازم يبقى ليه مقبرة فخمة تناسب مكانته. الأهرامات بقى كانت تعتبر بوابة للعالم الآخر اللي منها ممكن الفرعون يحكم حتى بعد لما يموت. طب مصر زمان كانت فاضية والصحراء فيها كانت كتير، ليه الأهرامات اتبنت في الأماكن دي بالتحديد؟ القدماء المصريين اختاروا مواقع بناء الأهرامات بعناية فائقة. معظم الأهرامات اتبنت على الضفة الغربية للنيل في مكان غروب الشمس، وهو ده اللي كان يرمز عند المصريين إلى الموت والحياة الآخرة. ده غير إن المكان اللي هيتبني فيه الهرم كان لازم يكون قريب من العاصمة القديمة منفيس علشان يكون قريب من مركز السلطة، وكمان قريب من منابع الحجر الجيري اللي كان بيستخدم في البناء. واللي ما يعرفش منفيس دي كانت العاصمة الأولى لمصر القديمة بعد توحيدها على يد الملك نارمر حوالي سنة 3100 قبل الميلاد. بتقع منفيس على الضفة الغربية لنهر النيل قريبة من الموقع الحالي لمدينة القاهرة، وكانت منفيس مركز ديني وتجاري وإداري وثقافي رئيسي في مصر القديمة. أما بالنسبة للتصميم فالتصميم الأساسي للأهرامات بدأ بتطوير بسيط لمقابر الملوك من مصاطب مستطيلة الشكل إلى بناء ضخم متعدد الطبقات. وهرم زوسر المدرج اللي كلنا عارفينه باسم هرم سقارة كان خطوة هامة في التطور ده، وبعدها اتطورت الأهرامات لشكلها المعروف زي أهرامات الجيزة الثلاثة اللي هم هرم خوفو اللي هو الهرم الأكبر، وهرم خفرع الهرم المتوسط، وهرم منقرع الهرم الصغير أو منقورع. وطبعا هرم خوفو هو الهرم الأكبر والأكثر شهرة، وهو واحد من عجائب الدنيا السبع القديمة اللي لسه موجود لحد دلوقتي. مش كده وبس، ده كمان القدماء المصريين بنوا الأهرامات بتقنيات متقدمة وجهود جماعية ضخمة. يعني مثلا كانوا بيستخدموا الحجر الجيري المستخرج من المحاجر المحلية علشان يبنوا الهيكل الرئيسي للأهرامات، وكانت الحجارة الأكثر صلابة زي الجرانيت بتستخدم في بناء الغرف الداخلية. وكان بيتم نقل الأحجار الضخمة دي باستخدام الزلاجات الخشبية على طرق ممهدة، وأحيانا كانوا بيرشوا الطرق دي بالمية لتسهيل عملية الانزلاق زي التزحلق على الجليد كده بالظبط. وفي سؤال دلوقتي بيخطر في بال كل واحد فيكم، ما كانتش بتتكسر الزلاجات دي علشان هي من الخشب وبيتنقل عليها حجارة ضخمة بالشكل ده؟ الإجابة لا، ما كانتش بتتكسر.
طب ازاي يا جدع؟ علشان الزلاجات دي كانت مصممة بشكل ذكي بحيث انها تتحمل الاوزان التقيلة من غير ما تتكسر بسهولة، وكان في عوامل كتير ساهمت في فعالية الزلاجات وتحملها للأحمال الضخمة دي، زي مثلا إنها كانت بتصنع من خشب متين زي خشب الرز أو خشب الجميز. الخشب ده كان معروف بقدرته على تحمل الضغوط الكبيرة والأوزان التقيلة، وكمان توزيع الحجارة بالتساوي كان بيساعد إن الزلاجات ما تتكسرش بسهولة. ده غير البكر الاسطواني اللي كانوا بيحطوه تحت الزلاجات علشان يسهلوا الحركة ويمنعوا تركيز الوزن على جزء معين فيتكسر. في الوقت الحالي علشان تبني مول ولا برج ولا حتى عمارة بتكون محتاج عمالة كتير علشان تقدر تخلص المشروع ده في أسرع وقت، والمجهود يكون متوزع كويس ويطلع المبنى في الآخر على أكمل وجه. تخيل بقى علشان تبني هرم محتاج إيه؟ كانت القوة العاملة في بناء الأهرامات تتكون من مئات الآلاف من العمال بما فيهم المهندسين والنجارين والحجارين. كان العمال بيجوا من جميع أنحاء مصر علشان يشتغلوا ويشاركوا في العمل في مشاريع البناء الملكية، وكمان كان في دلائل على ان العمال كانوا بيعيشوا في قرى مؤقتة قريبة من مواقع البناء، وكان بيجيلهم الاكل والسكن والرعاية الطبية لحد عندهم. ولو كنت فاكر ان العمال دول كانوا عبيد فاحب اقولك ان دي معلومات مش صح. ده في الغالب العمال دول كانوا عمال مأجورين او مزارعين بيشتغلوا في المشاريع الحكومية خلال موسم فيضان النيل. بناء الأهرامات واجه تحديات كبيرة جدا زي الدقة الهندسية علشان يضمنوا استقرار الهيكل والتوازن في جميع أجزائه. المصريين القدماء عرفوا يحققوا ده عن طريق استخدام تقنيات حسابية متقدمة وأدوات قياس دقيقة جدا، وكمان التخطيط المسبق بما فيه تحديد الأبعاد والزوايا واختيار المواقع المناسبة للهرم. ده غير نقل الأحجار الضخمة اللي اتكلمنا عليها من شوية وعرفنا اتعملت ازاي وقد ايه كانت صعبة. بس اللي ما اتكلمناش عنه بقى وبرضه من ضمن التحديات اللي كانوا بيواجهوها في عملية بناء الأهرامات هي المسافات الطويلة اللي كانوا بيقطعوها في نقل الأحجار الضخمة دي، علشان كانت أحيانا المحاجر بتبعد مئات الكيلومترات عن مواقع البناء، وخاصة في غياب التكنولوجيا الحديثة. وكمان رفع الأحجار إلى ارتفاعات كبيرة، وعلشان يعملوا كده كانوا بيستخدموا طرق رفع مختلفة زي المنحدرات الترابية المائلة والبكرات. كانوا بيبنوا المنحدرات تدريجيا حوالين الهرم وبيستخدموها لنقل الأحجار لفوق، وطبعا كان لازم يحافظوا على التوازن والاستقرار لما كانوا بيرفعوا الأحجار دي وتثبيتها بإحكام في مكانها لضمان استقرار البناء. وكمان كان لازم ينسقوا جهود آلاف العمال وإدارة الموارد بكفاءة عالية علشان ما يحصلش هدر في الخامات. بالرغم ان الهياكل الضخمة دي كانت بتمثل انجازات هندسية مذهلة، ولكن ما كانتش مخصصة للسكن او الحياة اليومية، فهي كانت مكرسة بشكل رئيسي للاغراض الجنائزية والدينية. طيب تعالوا ندخل جوه الهرم بقى نشوف الحياة كانت عاملة ازاي. جوه الهرم بيبقى فيه انفاق وغرف معقدة اتصممت لحماية قبر الفرعون وممتلكاته من اللصوص. الغرفة الرئيسية كانت بتحتوي على التابوت الحجري للفرعون، وكان في غرف تانية فرعية كانت لتخزين الكنوز والأكل وكل الحاجات اللي ممكن يحتاجها في الحياة الآخرة. وكانت الجدران مزينة بنقوش وصور بتروي حياة الفرعون وتقدم الصلوات للآلهة. الأهرامات مش بس مجرد هياكل حجرية، لكن هي رمز لحضارة مصر القديمة وعبقريتها الهندسية، ولحد دلوقتي أثرت في العمارة والفن من آلاف السنين، ولسه ما زالت بتثير إعجاب العلماء والزوار من جميع أنحاء العالم. ده غير أن قدراتهم على الصمود عبر العصور دي كلها شهادة على مهارة وإبداع للمصريين القدماء. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا في الحلقة الجاية.